ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ولسه متواصلين معاكم في فقرتنا الفنية. وطبعا زي ما جبنا الممثل، احنا بقى جايبين كمان المخرج اللي معانا النهاردة هو أستاذ مصطفى البكري. أهلا وسهلا اهلا بيك، وسهلا استاذ كريم. منورنا. تسلم، ربنا يبارك لك. الله يخليك. اهلا وسهلا بيكم. طيب احنا حابين بقى نسألك في الأول كده، ايه الفرق بين او الفرق يعني الغير اللي الناس تعرفه طبعا، تمام. او اللي هو المتعارف عليه، بين المخرج والممثل بشكل عام؟ احنا الممثل عارفين طبعا ان دوت بيمثل وده قدام الكاميرا، والمخرج من ورا الكاميرا، ده شيء معروف مظبوط، جدا. ده شيء معروف في كل حته. مظبوط. ان الممثل هو بيأدي ورق، بيمثل دور، بيأدي ورق قدام الجمهور. اما المخرج هو دوره بيحرك ويوجه الممثل. امم المخرج دوره بيأدي ويحرك الممثل. يعني هو زي المدير الفني كده في الكورة. بالظبط، بدون المخرج الممثل مش هيعرف يعمل اي خطوه في اللوكيشن. طيب بيكون اجر المخرج اعلى ولا اجر النجم بقى اللي موجود؟ طبعا المخرج، مع ان النجم هو اللي ظاهر، ولكن المخرج هو سبب هو اللي نجاح بيدير كل طبعاً. عمل. اكيد. ده في بدون كل حتة ولا في بعض الأعمال؟ لا، في كل الاعمال. ما هو بدون المخرج العمل مش هينجح يا استاذي، حتى لو النجم كان نمبر 1 زي ما بيقولوا، هو المخرج صاحب نجاح العمل. بمناسبه نمبر 1 بقى، اتفضلي. دايما الجمهور بيتهم محمد رمضان، فنان محمد رمضان، ان هو اللي بيصدر البلطجه للشباب. انت كمخرج ايه رايك في الفكره ده؟ بصي، هو محمد رمضان حد محترم، انا اشتغلت معاه كتير، ولكن ارجع اقول لك محمد رمضان ممثل مؤدي. تمام. هي دي الحته اللي احنا عاوزين نوضحها، ان هو مش كاتب القصه او السكريبت الله او ينور غيره. عليك، هو ممثل. دلوقتي انا كمخرج جاني شغل قال لي اشتغل، هشتغل، مش هينفع ارفضه. تمام، بس انا كفنان انا بختار الادوار اللي انا بأديها، وهل ليها هدف يعني المشاهد او المتلقي هيستفيد ايه منها وهتأثر فيه، لان الفنان بيأثر في وايه في القيمه اوكي، انا معاكي. المجتمعيه محمد اللي رمضان في بيقدمها؟ الاول كان يعمل شويه شغل بلطجه والكلام ده كله، بس بدأ يعدل من نفسه، بدأ يطور من نفسه. يعني اتفرجت على جعفر العمدة، اتفرجت على نسر الصعيد، لكن في الاول انت بتبقي طيب. تحت رحمه المنتجين بقى. طيب، يعني المفروض ان اي دور مثلا او اي سكريبت بيكون بيقدم رساله معينه تهدف لحاجه، لقيم مجتمعيه. مظبوط. فهل شايف ان في مثلا في الوسط حاليا او على الدراما حاليا اي عمل بيقوم بيهدف للادوار دي، ولا حضرتك شايف ان الحاجات اللي بتهدف الى قيم حاليا مجتمعيه قلت شويه؟ لا، هي بقى المحتوى دلوقتي مش كله فيه القيم او الاهداف اللي مجتمعنا محتاجها. بصي، هو الوسط متشكل، هتلاقي فيه القيم والمبادئ، وهتلاقي الحاجات اللي ما ينفعش اذكرها يعني. تمام. فالممثل هو بيختار، انا قدامي سكريبت، انا بحدد هشتغل في العمل ده ولا مش هشتغل. بس موضوع سهل جدا. طيب تمام. ايه اللي خلاك بقى تتخصص في حته الاخراج دي؟ ما اخترتش اي حاجه تانية؟ المجال الفني واسع. مظبوط. انا في الاول كنت بدرس تمثيل مع الدكتور محمد عبد الهادي، وجاني فيلم كنت هاخد في مشهد 50,000 جنيه، كنت هطلع بدور كده لسه بادئ يعني، وكان حد بيشبهني بالفنان احمد زكي، فطبعا رفضت لان كان في بعض من المشاهد الاغراء، فرفضت. فالدكتور علي بدرخان قال لي انا ارشح لك تبقى في الاخراج، لان انا شايف دورك في الاخراج افضل من الممثل. لو اتعرض على حضرتك ان تخرج عمل فني دلوقتي، او تخرج عمل لشخصيه ذو قيمه في الوسط الفني، مين الفنان او الممثل اللي تحب تقوم باخراج الدور بتاعه او العمل بتاعه حاليا؟ امير كرارة. اشمعنى؟ هو ممثل مفضل بالنسبه لي. شايف فيه ايه مختلف عن اي ممثل تاني؟ مختلف عن اي ممثل تاني، يعني كل ممثل هتلاقي ليه شخصيه وليه كاريزما، لكن امير كرارة في مكان تاني خالص. تمام. طيب ايه الرساله اللي انت حابب توجهها للنجوم الجدد او الممثلين المبتدئين؟ والله عاوز اقول لكل شاب انجح واسعى، ما ينفعش تبقى قاعد في البيت وتقول انا نجم، انا هبقى زي محمد رمضان، انا همثل. ما ينفعش تبقى قاعد في البيت، اشتغل واسعى. لولا احلامنا لماتت عقولنا بما يفعله الواقع بنا. اسعى واجتهد، هتوصل للي انت عاوزه. طيب ايه الاعمال اللي انت دلوقتي شغال فيها او شغال عليها دلوقتي؟ انا لسه مخلص فيلم الحبر والدم، كان معايا الفنان محمد الشربيني والفنان عناية صالح، ولسه مخلص فيلم داخل بيه مهرجان دبي السينمائي اسمه في لحظة،
وبجهز لفيلم بعد العيد ان شاء الله اسمه عميل سري، برضه داخل بيه في مهرجان دبي السينمائي. ولسه مشارك في فيلم في مهرجان الجزائر اسمه لحظة فراق. طيب لو قلنا مثلا ان يعني مش عارفه تتفق معايا في الحته دي ولا لا، ان تمام. مش كل فنان مبدع. يعني ممكن فنان يقوم بعمل دور مثلا ما تحسش بالابداع من خلاله، وفي فنان يقوم بنفس الدور وتحس ان انت يعني لا تحس الدور معاه ويعيشك في الدور جدا، وتحس ان انت لا ممكن تتفرج على المشهد ده مره واثنين وثلاثه. بصي هو يعني من وجهة نظرك كإخراج مثلا ايه اللي بيختلف عن كل فنان ان هو يقوم بدور او يلعب بدور يشبهه او يحسسنا معاه بيعيشنا الدور معاه مثلا؟ بصي هو كل ممثل ليه مميزات مختلفة. يعني محمد رمضان اشتغلت معاه كتير، اللي عجبني في محمد رمضان ان هو بيشتغل على السيناريو. يعني ممكن نبقى بنصور يجي المخرج يقول ستوب، احنا في تعديل عندنا في السيناريو، اتفضل السيناريو الجديد. محمد رمضان الممثل الوحيد اللي بيوافق انه يشتغل تعديل على الهوا. لكن في بعض من الممثلين التانيين يقول لك لا انا لازم ادرس الشخصيه، لازم تديني السيناريو قبلها ب3 4 ايام. ولكن محمد رمضان الوحيد بيشتغل على الهوا وبيجيب الاداء المظبوط في الثانيه الا ثانيه. هو الممثل الوحيد اللي انا اشتغلت معاه بالوضع ده. طيب انا عاوز اسالك بقى، ايه المقومات اللي لازم تكون موجوده في المخرج الناجح بشكل عام؟ بص بشكل عام اولا لازم المخرج يبقى متمكن من قراءه السيناريو. يعني انا في بعض من المخرجين اشتغلت معاهم ان هو بيروح يشتغل في اللوكيشن ومدير التصوير هو اللي بيحركه. مدير التصوير ليه؟ عشان المخرج مش دارس السيناريو. لا يا باشا، انت ادرس السيناريو كويس واعرف كل تفصيله وارسم المسلسل او الفيلم قبل ما تروح التصوير، ولكن انت ما تروحش تعتمد لي على مدير التصوير. فالمخرج عشان يبقى شاطر وناجح لازم يدرس كل كلمه في السيناريو. اوعى تعتمد في يوم على المنفذ او المساعد او مدير التصوير. لازم يبقى رايح دارس السيناريو، رسمه في دماغه قوي، حافظ كل تفصيله فيه، حتى حركه الكومبارس لازم يبقى راسمها في دماغه قبل ما يدخل لوكيشن التصوير. طيب من وجهة نظرك برضو كمخرج، شايف ان مقومات الممثل الناجح هي بتبقى عبارة عن ايه؟ المبتدئ طبعا اكيد كده كده النجم اللي وصل خلاص ده اصبح ناجح. تمام. الممثل عشان يبقى شاطر وعشان يبقى ناجح لازم يبقى رايح التصوير مذاكر السيناريو 10/10. كأداء يعني، هل مثلا لازم يبقى عنده الموهبة، ولا هل هو يقدر يتعلمها؟ هل بتبقى الكاريزما دي فيه، ولا هل يقدر يكتسبها؟ هو يبقى يبقى خدها بالممارسه. يعني انا ممكن يبقى عندي الموهبه ولكن انا مش بمارس الموهبه بتاعتي، فاوريدي الموهبه بتاعتي مش هتبقى موجوده. ولكن انا ممكن ابقى عايز امثل بس ما عنديش الموهبه، ولكن هشتغل على نفسي باستمرار هيبقى عندي الموهبه. طيب انت تفضل انك تاخد ممثل عنده الموهبة، ولا ممثل تاني ناوي يبذل كل ما عنده عشان يديك الاداء اللي انت عاوزه؟ يعني حد عنده الموهبة والكاريزما بس هو في حاجات معينة مش حابب يشتغل فيها، والشخص الاخر هيأدي اللي انت هتقوله بالحرف الواحد. لا، اخد الشخص الاخر. تمام. اخد الشخص الاخر لان الشخص الاخر عنده طاقه وعنده ايجابيه وهيشتغل وهيديني الاداء اللي انا عاوزه. تمام. ولكن التاني عنده الموهبه ولكن مش هيديني اللي انا عاوزه. يبقى اني افضل؟ الافضل اللي هو عنده الطاقه وعنده الحماس وعاوز يطلع وعايز يظهر. ايه اللي حضرتك حابب تقدمه في اعمالك اللي جايه ان شاء الله؟ انا ان شاء الله مراهن على فيلم عميل سري. ان شاء الله ديتي ناوي يعني هيبقى نقله تانية ان شاء الله باذن الله. لسه بيتصور ولا لسه هيتصور بعد العيد ان شاء الله. طيب احنا في النهايه طبعا انا حابب اشكرك جدا 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 وبتمنى لك التوفيق، انت وكل الشباب الجميله بصراحه اللي بتقوم بالاعمال الاجمل يعني. وفي النهايه طبعا حابب اشكر زمايلي، شكرا يا رانيا، شكرا يا ابتسام، وحابب اشكركم جميعا، واستنونا في حلقه جديده من برنامج قعدة جدعان.